اللي مشات، الملايين اللي مشات، وفي شمس ما عملناش رويطه هنا ولا جانا يهضر، عطى ديك الشوم. نبدا معاك بالتصريح ديال هذا نائب، قبل ما نقول لك نائب احد نواب الامه المغربيه. والامه المغربيه حسب اللي كنعرفوا 99% 99 واكثر 99.99 يعني يهيمون بالقضيه الفلسطينيه كما يهيمون طبعا بقضاياهم السياديه وعلى راسها الوحده الترابيه. نائب الامه المغربيه يصف رمز القضيه الفلسطينيه اللي هو الكوفيه بشرويطه، وحنا كنعرفوا الاثر الرمزي والغالي في نفوس المغاربه، والدليل هو الجدل التي اثارته الكوفيه في الدار البيضاء عندما رفض احد المسؤولين التربويين تسليم شي حاجه لاحدى الطالبات فقط لانها ترتدي كوفيه، وتما كان واضح. والافظع ان صاحب عباره شرويطه هو رئيس لجنه الصداقه الفلسطينيه المغربيه. انا بغيت نسمعوا انا وياك واريد منك تعليق، لحقاش هذا الشيء صادم بكل يعني المقاييس. اليوم هذا النقاش اللي داير داخل البرلمان، الحمل ديال الكوفيه داخل البرلمان كنا حنا الاولين حاملينه، وكاين عدد ما حملوا لا كوفيه ولا كلمه حق، حتى اولئك الذين ينتمون لهذه اللجنه ديال العلاقه ما بين المغرب وما بين فلسطين باسم البرلمان. بالمناسبه واحد العدد اللجان ما كتشتغلش، ومنها هذه عمرناها ما اجتمعت ولا قالت كلمه. اليوم السيد النائب اللي خدا الكلمه وتا هو راه كانوا عنده ملفات امام القضاء. كيفما كان الحال الناس في زمن التفاهه والتملق والتسلق، يعني كل فرصه كتجيهم باش يبانوا يشوفوا ذاك الناس اللي في المنطقه ديالو هو تكلم. يا ريت انه يتكلم في الموضوع. القضيه الفلسطينيه ما عندناش عليها خلاف حتى مغربي باش يجي نائب يتكلم عليها كما ينبغي وينقذوا الاخرين بحال هو قال شي حاجه ضد، ويجي هذا السيد وينعت الكوفيه بداك الكلمه اللي انا ما بغيتش نعاود نرددها. لا حق له. وهذا كيبين باننا ما متحضرينش، كيبين اننا متخلفين، وكيبين بان هذه المؤسسه ما كتحترمش راسها وما كتحترمش يعني التوجهات ديال البلاد. غدا جاي انتخابات وكل شيء كيحنقز وكيبان في التلفزيون، كيوقف غير يهضر غير باش عاوتاني يترشح وعاوتاني يبان. دابا التسخينات هادشي ما كاين غير التسخينات. غدا خاص الناس اللي بعدا متابعين تحت فيهم ما يتسمح ليه باش يترشح. خاص الناس اللي الذمه ديالهم باش يناديها لا في ضرائب ولا في كلام ولا في حتى حاجه ما يطلعوش، حيت خاص هاد الامه اللي قدمت تضحيات الجسام ولا زالت انه خيره ابنائها وبناتها هما اللي غادي غدا يقدموا. وهذا الشيء خصو اصلاح ديال الاحزاب، خصو اصلاح ديال مدونات الانتخابات، خصو نتقدموا باتجاه الديمقراطيه، خصنا الجهويه الحقيقيه، خصنا نربطوا المسؤوليه بمساءله. كاع هادو اللي فرطوا خصهم ينالوا الجزاء باش ما نبقاوش نشوفوا بحال هذا. المفكرين الاحرار في العالم كلهم كيقولوا بانه لا مجال للاستسلام كيفما كان العدو. لا بد لك إذا كنت صاحب قضية أن تدافع. إذا الكلمة المفتاح اليوم هي المقاومة.